دي بقى بالنسبه لي اكله الزنقات. زمان كان سعرها على قد الايد، دلوقتي بياكلها بتهيألي الامراء والاغنياء. بجيب نص كيلو رز على نص كيلو عدس اصفر، بحطهم كده على بعض وبديهم كده ميكس. بعد كده بقى بطبخهم بقى ازاي؟ بحط شويه زيت على شويه سمنه، تمام، بحطهم في الحله بقدحهم شويه، وبعد كده بنزل عليهم بالرز والعدس وبمكسهم كده مع بعض، يعني بديهم تشويحه الرز مع العدس مع السمنه، تمام. احنا عندنا هنا في بورسعيد بنقول عليه رز وعدس، في المحافظات الاخرى بيقولوا عليه كشري اصفر. ظبطت له الملح بتاعه وبعد كده حطيت له الميه. انا بحبه سايح سيكه، عندنا هنا في البيت بنحبه سايح سيكه، فبنحط له ميه زياده سنه. فطبعا بقى الاكله دي ما تحلاش الا بطبق السلطه المتين. وطبق السلطه بتاعي بحبه بموت فيه بالخيار والبصل الاخضر، يعني ما احسش كده بطعم السلطه لما يكون فيها خيار كتير وبصل اخضر. بنحط له كمان شبت وكزبره، تمام، وبنحط له كمان طماطم. تركايه حلوه كده، ببشر له طماطمتين كمان، تمام. بس كده بحط له ليمونتين كبار على الكميه دي، حاطه ليمونتين كبار، شويه خل، ملح وفلفل وكمون، ولو عايزين تحطوا قرن فلفل حامي كده حطوا. كده اكله النهارده جاهزه معانا. اكتبوا لي بقى تريكاتكم فيها ايه، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا لهنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. بابا حمد لايك.